في خطوة مفاجئة قد تحمل الكثير من التغييرات، أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم تعاقده مع المدرب المغربي طارق السكتيوي لقيادة منتخب عمان لكرة القدم خلفا للمدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش. هذا القرار يطرح تساؤلات عديدة، لكن أبرزها: كيف يمكن لعمان أن تستفيد من هذا التغيير؟ بداية، جاء هذا التعاقد بعد إنهاء العلاقة مع كيروش بالتراضي، في خطوة تعكس رغبة الاتحاد في فتح صفحة جديدة، خاصة وأن المرحلة المقبلة تتطلب نفسا جديدا وأفكارا مختلفة قادرة على تطوير أداء المنتخب. وعند الحديث عن طارق السكتيوي، فنحن أمام مدرب شاب نسبيا، لكنه يمتلك رؤية واضحة في كرة القدم الحديثة. يتميز بأسلوب هجومي يعتمد على السرعة والضغط العالي، وهي عناصر قد تمنح المنتخب العماني فعالية أكبر في الخط الأمامي، خصوصا في المباريات التي تتطلب المبادرة بدل الاكتفاء بالدفاع. ليس هذا فقط، بل يعرف السكتيوي أيضا بقدرته على تطوير اللاعبين الشباب، وهي نقطة مهمة جدا. منتخب يسعى لبناء جيل جديد قادر على المنافسة مستقبلا، فبدلا من الاعتماد على الأسماء الجاهزة فقط، يفضل المدرب المغربي الاستثمار في المواهب وصقلها تدريجيا. من جهة أخرى، فإن المرونة التكتيكية التي يتمتع بها السكتيوي قد تشكل إضافة نوعية، فهو لا يلتزم بخطة واحدة، بل يغير أسلوبه حسب الخصم، وهو ما يمنح المنتخب حلولا متعددة داخل أرضية الملعب، خاصة في البطولات التي تتطلب تنوعا في الأداء. لكن ورغم هذه الإيجابيات، لا يمكن تجاهل التحديات التي تنتظر المدرب الجديد، فالمهمة لن تكون سهلة، خصوصا مع ضغط النتائج وضيق الوقت قبل الاستحقاقات القادمة، إضافة إلى ضرورة التأقلم السريع مع طبيعة الكرة الآسيوية التي تختلف في نسقها وتكتيكها عن نظيرتها في شمال إفريقيا. كما أن الجماهير العمانية تنتظر نتائج ملموسة ايش اللي صار؟ وليس فقط وعودا أو مشاريع طويلة المدى، وهو ما يضع السكتيوي أمام اختبار حقيقي منذ مبارياته الأولى. في النهاية، يمكن القول أن تعيين طارق السكتيوي يمثل رهانا جديدا للكرة العمانية، رهانا على مدرب شاب بفكر حديث قد ينجح في إحداث الفارق إذا توفرت له الظروف المناسبة. فهل نشهد بداية مرحلة جديدة لمنتخب عمان، أم أن التحديات ستكون أقوى من الطموحات؟ شاركنا رأيك، ولا تنسى متابعة القناة لمزيد من التحليلات والأخبار الرياضية.